النسبية رمزها نون. يبقى نون اللي هي مجموعة الأعداد النسبية. مجموعة الأعداد النسبية نون. تعريف العدد النسبي، قال لك العدد النسبي هو العدد الذي يمكن وضعه على صورة ألف على باء. يبقى دي شرطة الكسر، أجراها على، يبقى ألف على باء. عدد إيه؟ عدد نسبي، يعني موضوع في صورة بسط ومقام، حيث الباء لا يساوي إيه؟ لا يساوي الصفر. أي أن مجموعة الأعداد النسبية نون تساوي المجموعة س، حيث س عدد نسبي، أو س بتساوي ألف على إيه؟ على باء. والألف ده اللي هو البسط ينتمي، الرمز ده إيه؟ يقرأ ينتمي، يبقى الألف ينتمي إلى صاد. إيه هي صاد يا أبطال؟ اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة. ممتازين. والباء ينتمي إلى إيه؟ إلى صاد. يعني البسط عدد صحيح والمقام عدد إيه؟ صحيح، بشرط المقام لا يساوي إيه؟ لا يساوي الصفر. تعال ناخد أمثلة للأعداد النسبية. بيقول لك أمثلة للأعداد النسبية مثل العدد 1/2، عدد نسبي، موضوع في صورة بسط وإيه؟ بسط ومقام. وسالب 3 على كام؟ 3 على 5، أيضا عدد نسبي. والعدد 3. طب يا أستاذ أنت بتقول العدد النسبي بسط ومقام، أيوة التلاتة دي مقامها إيه؟ مقامها 1، يعني أقدر أقول 3 على 1 كده، حطيتها على صورة بسط وإيه؟ بسط ومقام. والعدد 0 عدد نسبي، أيوة يا أستاذ عدد نسبي، أقدر أقول 0 على 1، 0 على 2، 0 على 3 هيساوي 0، يبقى الصفر عدد إيه؟ عدد نسبي. وال7/10 عدد نسبي، أقدر أكتبها 7 على 10. ممتازين. و3/5 أقدر أكتبها 35 على 10. ممتازين. كده حطيتها في صورة إيه؟ في صورة عدد نسبي. 25% أقدر أكتبها 25 على 100، يبقى 25% عدد إيه؟ عدد نسبي. طب 13%، أيضا 13% أقدر أكتبها 13 على كام؟ على 100. خلي بالك للملحوظة ديت، بيقول لك كل عدد صحيح هو عدد إيه؟ عدد نسبي، وليس العكس، وليس إيه؟ العكس. بمعنى يعني أنا عندي مثلا العدد 3 ده، العدد 3 عدد إيه؟ عدد نسبي، أقدر أقول 3 على 1 هيساوي 3. أقدر أكتبها 6 على 2، 6 على 2 عدد إيه؟ عدد نسبي، والستة على 2 بتساوي 3. يبقى قدرت أحط العدد الصحيح على صورة عدد إيه؟ عدد نسبي، وليس العكس. بمعنى يعني أنا عندي النص ده عدد إيه؟ عدد نسبي، ولكن لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة لأنه كسر. أمثلة لأعداد ليست نسبية. 3 على 0 ليس لها إيه؟ ليس لها معنى. يبقى 3 على 0 كمية غير معينة، يعني لا تنتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية. وأيضا 0 على 0 كمية غير معينة أو ليس لها معنى. وصفر أس 0 دي برضو ليست إيه؟ أعداد نسبية. يبقى أنا عندي 3 على 0 ليس عدد نسبي، وصفر على 0 ليس عدد نسبي، وصفر أس 0 أيضا إيه؟ كمية غير نسبية أو كمية غير معينة. مجموعة الأعداد الطبيعية نتذكر مع بعض. إيه هي مجموعة الأعداد الطبيعية؟ اللي هي ط بتساوي اللي هي الصفر، مجموعة الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة إلى ما لا نهاية، يعني أعداد العد وحطينا عليها العدد إيه؟ العدد صفر. مجموعة الأعداد الصحيحة اللي احنا بنرمز لها بالحرف ايه؟ بالحرف صاد، اللي هي بتساوي أبطال ايه؟ نمسكها من الوسط كده، الوسط هتلاقي فيه ايه؟ الصفر. على اليمين أعداد العد الموجبة، الواحد والاثنين والثلاثة إلى ما لا نهاية. على يسار الصفر -1 وسالب 2 وسالب 3 إلى سالب ما لا نهاية. طيب مجموعة الأعداد النسبية نون بتساوي المجموعة ألف على إيه؟ على باء، العدد ألف على باء، حيث البسط اللي هو الألف ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة، والباء أيضا تنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة، والباء اللي هو المقام لا يساوي إيه؟ لا يساوي الصفر. وخلي بالك لشكل فين، هتلاحظ ان مجموعة الاعداد النسبية هي المجموعة إيه؟ اللي بتشمل مجموعة الاعداد الصحيحة واللي بتشمل مجموعة الاعداد الطبيعية. الاعداد الطبيعية جزء منين؟ جزء من الاعداد الصحيحة، والأعداد الصحيحة جزء من الأعداد النسبية. يبقى المجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة جزئية من صاد، يبقى ط مجموعة جزئية، هذا الرمز يقرأ إيه؟ مجموعة جزئية من صاد. يبقى مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة جزئية منين؟ من مجموعة الأعداد الصحيحة. ومجموعة الأعداد الصحيحة مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد أبطال من مجموعة الأعداد النسبية. العدد النسبي س على صاد يعبر عن عدد صحيح إذا كان إيه؟
البسط س يقبل القسمة على المقام صاد. تعال ناخد مثالها زي 6/2. 6/2 بتساوي كام؟ بتساوي 3، والتلاتة عدد صحيح. يبقى 6/2 موضوع في صورة عدد نسبي ينتمي إلى إيه؟ إلى مجموعة الأعداد الصحيحة، لأن العدد 6 بتقبل القسمة على العدد كام؟ العدد 2. ولكن العدد 2/6 لا ينتمي إلى إيه؟ الرمز ده يقرأ إيه يا أبطال؟ لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة، لأن العدد 2 لا يقبل القسمة على العدد كام؟ على العدد 6. يبقى 2/6 ليس عدد إيه؟ صحيح، ولكنه عدد إيه؟ عدد نسبي. ده معنى إن كل عدد إيه؟ كل عدد صحيح هو عدد نسبي. كل عدد صحيح هو عدد نسبي، وليس كل عدد نسبي ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة. إشارة العدد النسبي: يكون العدد النسبي س/ص موجبا إذا كان بسطه في مقامه موجب أكبر من الصفر. يعني إيه؟ يعني موجب، يعني تضرب البسط في المقام يديك عدد إيه؟ عدد موجب. يبقى إمتى يكون العدد النسبي عدد موجب؟ إذا كان البسط والمقام لهما نفس الإشارة، أي أن إذا كانت إشارة البسط والمقام متشابهتين. يعني لو البسط سالب والمقام سالب يبقى العدد النسبي إيه؟ عدد نسبي موجب. أو البسط يكون موجب والمقام يكون إيه؟ يكون موجب، وبذلك يكون العدد النسبي هيكون إيه؟ موجب. مثال زي عندك -6/6، البسط عدد سالب والمقام أيضا عدد إيه؟ عدد سالب. هتروح السالب مع السالب أصبح العدد 2/6، يبقى كده العدد النسبي عدد إيه؟ نسبي موجب. أو -2 على موجب كام؟ على موجب 6. والموجب ما بنكتبهاش قدام إيه؟ قدام العدد، يعني ممكن أكتبها كده الموجب 2 على موجب 6 اللي هي أكتبها 2 على إيه؟ على 6. بس أنا بوضح لك إشارة البسط موجبة وإشارة المقام إيه؟ موجبة، أي أن البسط والمقام لهما نفس إيه؟ الإشارة، لهما نفس يبطل الإشارة. طيب، يكون العدد النسبي س/ص سالبا إذا كان بسطه في مقامه أقل من الصفر، يعني يديك عدد سالب. يعني كده يقول لك أي أن إذا كانت إشارة البسط والمقام مختلفتين، يعني لو عندك إشارة البسط سالبة وإشارة المقام موجبة يبقى أصبح العدد النسبي عدد نسبي سالب. أو عدد إيه؟ أو إشارة البسط موجبة وإشارة المقام إيه؟ المقام سالبة، وبذلك يكون العدد النسبي عدد إيه؟ عدد سالب. تعال ناخد مثال. هنا -2 على موجب كام؟ على موجب 6. البسط عدد سالب والمقام عدد إيه؟ عدد موجب، يبقى أصبح -2/6 عدد نسبي سالب، عدد نسبي إيه؟ سالب. أو -2 على سالب إيه؟ على سالب 6. لو ضربت 2 في سالب 6 تديك كام؟ -12، والسالب 12 أقل منين؟ أقل من الصفر. وخلي بالك لإشارة العدد النسبي ممكن تتحط في البسط أو تتحط فين؟ أو تتحط في المقام، بس هنا من الأفضل تحطها فين؟ قدام شرطة الكسر أو في البسط. يعني -2 على سالب 6 أكتبها كده السالب قدام شرطة الكسر واكتب 2 على كام؟ على 6. أو أقدر أكتبها كده شرطة الكسر وسالب 2 على إيه؟ على 6. تعال ناخد ملاحظات هامة هنا. بيقول لك هنا ط اللي هي مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة جزئية منين؟ من مجموعة الأعداد الصحيحة، ومجموعة الأعداد الصحيحة مجموعة جزئية منين؟ من مجموعة الأعداد النسبية. يبقى مجموعة الأعداد النسبية تشمل إيه؟ تشمل الأعداد الصحيحة وتشمل الأعداد الطبيعية. خلي بالك الملحوظة الثانية، يقول لك نون اللي هي مجموعة الأعداد إيه؟ النسبية بتساوي نون الموجبة، الأعداد النسبية الموجبة. اتحاد، ده الرمز ده يقرأ إيه؟ اتحاد مجموعة الصفر اتحاد نون شرطة أو نون السالبة. يبقى نون الموجبة اتحاد مجموعة الصفر اتحاد نون السالبة اللي هي الأعداد النسبية إيه؟ الأعداد النسبية السالبة. ده كله يديني مجموعة الأعداد النسبية. الملحوظة الثالثة بيقول لك إيه؟ الأعداد النسبية الموجبة تقاطع، هذا الرمز يقرأ إيه؟ تقاطع الأعداد النسبية السالبة يساوي إيه؟ يساوي فاي. ده معنى الكلام ده إيه؟ إن الأعداد النسبية الموجبة والأعداد النسبية السالبة لا تشترك مع بعض في أي إيه؟ في أي عدد أو في أي مجموعة من الأعداد. نون ستار، نون إيه؟ ستار أو نون نجمة بتساوي الأعداد النسبية الموجبة اتحاد الأعداد النسبية إيه؟ النسبية السالبة. أو أقدر أقول نون ستار أو نون نجمة بتساوي مجموعة الأعداد
النسبية ناقص أو ما عدا المجموعة إيه؟ المجموعة صفر، أو ما عدا إيه؟ الصفر. يعني نون ستار هي كل الأعداد النسبية، بس نشيل منها إيه يا أبطال؟ نشيل منها العدد صفر. طيب الملحوظة 6 بيقول لك الصفر ده لا ينتمي لإيه؟ إلى أعداد النسبية الموجبة، يعني الصفر عدد نسبي ليس موجب، وكذلك الصفر لا ينتمي للأعداد النسبية إيه؟ السالبة، يبقى الصفر عدد نسبي ليس سالب. خلي بالك كل عدد صحيح هو عدد إيه؟ هو عدد نسبي، لأن أقدر أحط له مقام، زي ما شفنا العدد 3 أقدر أكتبها إيه؟ 3 على 1، أو 6 على كام؟ على 2، وهكذا. بيقول لي مثال: اكتب الأعداد الآتية على صورة ألف على إيه؟ ألف على باء. المثال الأول بيقول لي العدد 6/10. 6/10 ده معناه إيه؟ 6 على 10، لأن الفاصلة ديت هي العلامة العشرية بعد رقم 1، يبقى اكتب العدد 6 ده فوقها واقسم على 10، واقسم على كام؟ على 10، لأن العلامة العشرية بعد رقم 1. الستة على 10، طب نقدر نبسطها؟ ايوه نبسطها. احنا خدنا وضع النسبة في ابسط صورة في الصف السادس ايه؟ الابتدائي. الستة دي لو قسمتها على 2، 6 على الاتنين تديك كام؟ تديك 3. طيب العشرة دي ايضا نقسمها على كام؟ نقسمها على 2. طب واحد يقول يا استاذ اقسمها على 5، لا، اقول لك ايه؟ زي ما قسمت فوق اقسم تحت. يعني الستة قسمتها على 2، يبقى لازم العشرة تقسمها على كام؟ تقسمها على 2. 10 على 2 تديك كام؟ تديك 5. يبقى العدد 6/10 لو وضعناه في أبسط صورة اللي هو بكام؟ 3 على 5. طيب المثال الثاني بيقول لي 13/100. الفاصلة بعد كام رقم؟ على اليمين كام رقم؟ ادي رقم، ادي 2، يبقى بعد رقمين يبقى هقسم على 100 واكتب العدد ده صحيح فوق فين؟ في البسطة. اقول 13، 13 على كام؟ على 100. ليه قسمت على 100؟ لان الفاصلة بعد كام رقم؟ بعد رقمين يا بطل. طيب هنا بيقول لي 30%. دي نسبة مئوية، اقدر احولها لصورة عدد نسبي؟ اقدر احولها لصورة عدد ايه؟ عدد نسبي، لان احنا خدنا النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني 100، او مقامها ايه؟ مقامها 100. يبقى 30% هكتب 30 على 100. ضيعنا الصفر اللي قدام التلاتة ده مع الصفر اللي قدام، صفر منين؟ من الصفرين اللي قدام الواحد. او قسمنا فوق على 10، يعني 30 على 10 تديك كام؟ تديك 3. طيب 100 على 10 تدينا كام؟ تدينا 10. احنا للتسهيل لما نقول ايه؟ اضيع صفر مع الصفر، يبقى تبقى 3 على كام؟ 3 على 10. طيب 1.8. 1.8. هكتب 18 بدون فاصلة، هكتب 18 بدون فاصلة. والفاصلة دياتي العدد اللي على اليمين كم رقم على اليمين؟ رقم 1، يبقى هقسم على 10، يبقى 18 على 10. تبسطها يا أستاذ؟ أيوة نبسطها. ال 18 ده عدد زوجي، وال10 ده عدد إيه؟ عدد زوجي، يبقى هقسم ال 18 على الاتنين. 18 على الاتنين تديك كام؟ تديك 9. طيب 10 على الاتنين تديك كام؟ تدينا 5. يبقى 1.8 لو حطيناه في صورة عدد نسبي هلاقيه بيساوي 9 على كام؟ 9 على 5. طيب نشوف العدد ده بيقول لك كام؟ 3 صحيح و2 على 5، عدد كسري. كيف احوله لعدد نسبي؟ هضرب العدد الصحيح اللي هو 3، اقول 3 في كام؟ 3 في 5. 3 في 5 تدينا كام؟ تدينا 15. طب البسط الجديد هيبقى ايه؟ هتقول ال 15 نضيف عليها البسط ده اللي هو كام؟ اللي هو 2. 15 زائد 2 يديك كام؟ يديك 17. يبقى هتكتب 17. طب المقام اكتبه كام يا استاذ؟ اكتبه زي مقام الكسر الاول اللي هنا، العدد الكسر اللي هو كام؟ اللي هو 5. يبقى هكتب تحت ال 17 كام؟ 5. يبقى العدد 3 و2 على 5 بيساوي كام؟ بيساوي 17 على كام يا بطل؟ على 5. كيف الطريقة؟ تضرب العدد الصحيح في المقام. 3 في 5 بكام؟ ب15. الناتج اللي يطلع اضيف عليه البسط ده اللي هو 2. 15 زائد 2 17. ال 17 احط لها مقامها كام؟ مقامها نفس مقام الكسر الاول، العدد ايه؟ العدد الاساسي اللي هو كام؟ اللي هو مقامه 5. يبقى احط يا بطل كام؟ 5 تحت ال 17. يبقى 3 و2 على 5 بتساوي 17 على كام؟ على 5. الاشكال المختلفة للعدد النسبي. كتابة العدد النسبي على صورة عدد نسبي مساوي له. قال لك يمكن كتابة العدد النسبي على صورة عدد نسبي آخر
مساو له، وذلك تبعا للخاصية الآتية اللي هي خاصية ايه؟ قال لك خاصية العدد النسبي لا تتغير قيمته. احنا خدنا في الصف السادس ان النسبة لا تتغير قيمتها عند ضرب حديها في عدد لا يساوي الصفر، او قسمة حديها على عدد لا يساوي ايه؟ لا يساوي الصفر. يبقى العدد النسبي لا تتغير قيمته اذا ضرب حداه في او قسم على عدد لا يساوي ايه؟ الصفر. تعال ناخد مثال. العدد 3 على كام؟ 3 على 4. هل في عدد بيساويه؟ ايوه، لو ضربت في 2 اضرب 3 في 2 تديك كام؟ 6. وزي ما ضربت البسط في 2 اضرب المقام في 2. 4 في 2 تدينا كام؟ تدينا 8. يبقى 3 على 4 بتساوي كام؟ بتساوي 6 على 8. اي ان 3 على 4 بتساوي 6 على كام؟ على 8. لو انت محتاج ارقام تاني او اعداد نسبية تاني اضرب في ايه؟ في اي رقم تختاره تاني يا بطل. طيب تعال نشوف المثال الثاني. العدد 24 على 36. عدد نسبة. هل في عدد تاني بيساويه؟ ايوه، لو قسمت خلي بالك ال 24 تقبل القسم على 3 وال 36 تقبل القسم على 3. يبقى هقسم البسط على 3. 24 على 3 بتديك كام؟ تديك 8. وال 36 نقسمها على كام؟ على 3 تدينا كام؟ 12. يبقى ال 24 على ال 36 بتساوي 8 على كام؟ على 12. او اقسم انت على اي عدد يا بطل تختار. قاعدة مهمة، قاعدة 1 بيقول لك الشرط اللازم لكي يكون العدد نسبي هو أن يكون المقام لا يساوي إيه؟ لا يساوي الصفر. تعال ناخد مثال. بيقول لك 3 على س، ده بيكون عدد نسبي عندما السين لا تساوي الصفر. يعني أقدر أكتبها أقول له إيه؟ 3 على س ينتمي إلى نون عندما ايه يا بطل؟ عندما السين لا تساوي ايه؟ لا تساوي الصفر. طب لو قال لي مثلا ايه؟ 3 على س لا تنتمي الى نون، يعني لا يكون عدد نسبي عندما، ويكتب لي كده عندما س تساوي، هيشيل الشرطه اللي هي على علامه ايه؟ اللي يساوي. اصل هنا كده س الشرطه كده شرطتين بتاعته يساوي، وحط شرطه كده عليها معناها لا يساوي. تقرا لا يساوي. س هنا قال لي س تساوي، يبقى لما س تساوي ايه؟ تساوي صفر، لانها تساوي المقام ده بايه؟ بالصفر. هتقول له س تساوي صفر. يبقى العدد 3 على س لا ينتمي الى مجموعه الاعداد النسبيه اذا كانت س بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. طب امتى يكون عدد نسبي؟ اذا كانت السين لا تساوي الصفر. تعال ناخد مثال تاني. بيقول هنا خلي بالك ملحوظة. العدد 5 على س ناقص 1. بيقول لك يكون عددا نسبيا او يكون عدد نسبي عندما س تنتمي الى مجموعة الاعداد الصحيحة ما عدا العدد ايه؟ العدد 1. قال لك بمعنى س تصلح اي عدد صحيح ما عدا الواحد. لماذا؟ لان لو خدت الواحد، يعني لو قلت السين بتساوي 1 خلي بالك، يبقى العدد هيكون ايه؟ هيكون 5 على 1 ناقص 1 اللي هي 5 على صفر. واحنا خدنا على صفر 5 على صفر عدد ليس نسبي، عدد ليس ايه؟ ليس نسبي. طيب نشوف العدد الثاني. بيقول لك هنا المثال الثاني العدد 1 على س زائد 2 يكون عدد نسبي عندما س تنتمي إلى إيه؟ تنتمي إلى صاد اللي هي مجموعة الأعداد إيه؟ الصحيحة ما عدا. تعال نشوف المقام اللي هو س زائد 2. تعال نطلع قيمة السين اللي احنا هنستبعدها من الأعداد الصحيحة. أقول له س زائد 2 لا تساوي الصفر. يبقى هتنقل الاثنين بعكس الإشارة، يعني س لا تساوي الموجب 2 دي تتنقل بعكس الإشارة، هتبقى 0 ناقص 2، يعني س لا تساوي سالب 2. يبقى هنا العدد 1 على س زائد 2 يكون عددا نسبي أو يكون عددا نسبيا عندما س تنتمي إلى إيه؟ مجموعة الأعداد الصحيحة، بس لما نشيل منها العدد كام؟ العدد سالب 2. يعني قيمة س لا تساوي كام؟ لا تساوي سالب 2 حتى يكون العدد إيه؟ نسبي. مثال يا بطل. بيقول هنا العدد 1 على س ناقص 3 يكون عدد نسبي عندما س لا تساوي ايه العدد اللي يخلي ده؟ اللي يخلي المقام لا يساوي الصفر. اللي هو العدد كام؟ العدد يخلي المقام لا يساوي الصفر، هو اللي يخلي المقام يساوي الصفر 3. يبقى اما اكبر من 3 او اقل منين؟ اقل من 3. انت هو بيقول لك يكون عددا نسبيا عندما س لا تساوي كام؟ لا تساوي 3.
ليه 3؟ هنقول له ايه؟ نضع المقام اللي هو س ناقص 3 لا يساوي الصفر. هتنقل الناقص 3 بعكس الإشارة، يعني هتبقى س لا تساوي صفر زائد 3. يعني س لا تساوي كام؟ لا تساوي 3. يبقى أحط هنا س لا تساوي كام؟ 3، وأحط هنا 3. أي أن العدد 1 على س ناقص 3 ينتمي لمجموعة الأعداد إيه؟ النسبية عندما س لا تساوي العدد كام؟ العدد 3. طب تعال نشوف المثال الثالث ده. بيقول لك إيه؟ العدد س زائد 7 على س زائد 2 ينتمي إلى ن، يعني يكون عددا نسبيا. كلمة ينتمي إلى ن تكافئ يكون عددا نسبيا. عندما س لا تساوي إيه يا بطل؟ هنمسك المقام اللي هو س زائد 2 ونقول لا يساوي إيه؟ لا يساوي الصفر. هتنقل الموجب 2 بعكس الإشارة، أصبحت س لا تساوي صفر ناقص 2، يعني س لا تساوي سالب ايه؟ سالب 2. يبقى س لا تساوي سالب 2. شوف المثال ده يا بطل. بيقول لك هنا العدد ده اللي هو 3 على 2 س ناقص 4 لا ينتمي، ليس عددا نسبيا عندما س تساوي. خلي بالك، بص، لو كتب لك لا تنتمي يبقى يقول لك س تساوي. كان في الأول كان بيكتب لك تنتمي والس لا تساوي، يبقى إما يحط الشرط على علامة الانتماء، أو يحطها على علامة إيه؟ علامة المساواة. خلي بالك، هي هتمسك المقام. يبقى كل شغلنا فين؟ في المقام اللي هو إيه يا بطل؟ اللي هو 2 س ناقص 4. 2 س ناقص كام؟ 4. يبقى أقول له نضع 2 س ناقص 4 تساوي صفر. هتنقل الأربعة بعكس الإشارة. طب صفر زائد 4 يديك كام؟ يديك 4. 2 س بتساوي 4. كيف أحلها؟ اقسم على العدد اللي قدام السين، يعني تنزل السين لحالها كده وتكتب يساوي 4 على كام؟ على 2. 4 على 2 تديك كام؟ تديك 2. يبقى س تساوي 2. يبقى هكتب هنا 2 وهنا كام؟ 2. شوف المثال ده. بيقول لك هنا العدد 3 على القيمة المطلقة. الرمز ده كده الشرطتين الرأسيتين تقرأ ايه؟ القيمة المطلقة. القيمة ايه؟ المطلقة. وأفكرك بيها، لو قلت لك القيمة المطلقة للخمسة تساوي كام؟ تساوي 5. طب لو قلت لك القيمة المطلقة للسالب 5 هتساوي كام يا بطل؟ هتساوي أيضا موجب ايه؟ موجب 5. يبقى لو كان العدد جواها موجب بيطلع ايه؟ موجب. ولو جواها سالب بيطلع ايه؟ بيطلع أيضا موجب. طب هنا بيقول لك 3 على القيمة المطلقة للسين ناقص 7 ينتمي إلى إيه؟ إلى ن، إذا كان السين لا تساوي موجب أو سالب إيه؟ موجب أو سالب 7. موجب أو سالب كام؟ 7. أنت هتكتبها له كده يا بطل. القيمة المطلقة للسين ناقص 7 لا تساوي إيه؟ لا تساوي الصفر. وهتنقل السبعة بعكس الإشارة، يبقى تقول القيمة المطلقة للسين تساوي صفر لا تساوي صفر زائد 7. القيمة المطلقة للسين لا تساوي صفر زائد 7 يديك كام؟ يديك 7. ايه هو العدد اللي قيمته المطلقة بتساوي 7؟ اللي هو ايه؟ عندك قيمتين احتمالين، احتمال س بتساوي 7 او س بتساوي كام؟ بتساوي سالب 7. كده انا خدت الاحتمالين او خدت القيمتين اللي هم ايه؟ الموجب والسالب 7. تدريب بيقول لك هنا يا بطل 5 على س ناقص 1 يكون عددا نسبيا أو عدد نسبي عندما س لا تساوي كام؟ لا تساوي تمسك المقام ده وإيه؟ وتقول لا يساوي الصفر. أنت هتحلها فين؟ في كشكولك يا بطل. أيضا هتحل هذه المسألة فين؟ في دفترك أو كشكولك. نفس المسألة ديت عندك 3 مسائل، اعتبرهم واجب وحلهم. القاعدة الثانية يا بطل على الأعداد النسبية بيقول لك العدد النسبي يساوي صفر إذا كان البسط يساوي صفر. يبقى لو قال لك خلي بالك همثلها س ناقص 3 على 2 يساوي صفر. امتى ده بيساوي صفر؟ لو البسط ساوي البسط بالصفر وهات قيمة السين. نساوي البسط بالصفر، يعني أقول له س ناقص 3 بتساوي كام؟ بتساوي صفر. هتنقل التلاتة بعكس الإشارة، يعني هتقول له س وتنزل علامة اليساوي واللي بعد يساوي صفر، والناقص 3 هتتحول ليه؟ لزائد 3. يبقى س تساوي صفر زائد 3 3. يبقى امتى العدد النسبي ده بيساوي صفر؟ إذا كانت س بتساوي 3. إذا كانت س بتساوي كام؟ بتساوي 3. تعال ناخد مثال تاني. بيقول لك العدد س زائد كام؟ س زائد 5 على س ناقص 1 يساوي صفر.
يبقى على طول لو جالك يساوي صفر ما تروحش للمقام، روح ليه؟ روح للبسط اللي هو فوق ده، فوق شرطة الكسر اللي هو س زائد كام؟ زائد 5. أساويه بإيه؟ أساويه بالصفر، ومنها أجيب قيمة السين، ومنها أجيب قيمة إيه؟ السين. يعني تعالى نحل المعادلة، هتنزل السين وتنزل علامة اليساوي واللي بعد يساوي صفر وتنقل الزائد 5 ناقص 5، يبقى السين يا بطل تساوي صفر ناقص 5 سالب 5. يبقى السين تساوي كام؟ تساوي سالب 5. يبقى امتى العدد ده يساوي صفر؟ لو كانت السين بتساوي سالب 5. طب نشوف المثال الثالث بيقول لك كام؟ العدد 2 س ناقص 4 على س زائد 3 يساوي صفر عندما س تساوي كام؟ نمسك البسط اللي هو 2 س ناقص 4 ونساويه بايه؟ ونساويه بالصفر. يبقى عندي 2 س ناقص 4 بتساوي صفر. ايه اللي هيتنقل؟ هتتنقل السالب 4 بعكس الاشاره، يبقى صفر زائد 4 يديك كام؟ يديك 4. يبقى 2 س بتساوي 4. طيب 2 س تساوي 4، عايز قيمة السين بس، يبقى اقسم ده على 2 وده على كام؟ على 2. الاتنين ضاعت مع الاتنين، يبقى السين تساوي 4 على 2 تديك كام؟ تديك 2. يبقى العدد ده بيساوي صفر لو كانت س بكام؟ س هتساوي 2. شوف المثال ده بيقول لك ايه؟ س زائد 7 على س زائد 2 تساوي صفر عندما س تساوي كام؟ ايه رأيك؟ ادوه لك واجب، خليه في الدفتر عندك وحله يا بطل. القاعدة الثالثة بيقول لك ايه؟ لكتابة العدد النسبي على صورة نسبة مئوية نعمل ايه؟ نضرب في 100 وعلامة في المية، اوعى تنسى رمز في المية، رمز ايه؟ في المية. مثال بيقول لي اكتب الأعداد الآتية على صورة نسبة مئوية. 3 على 5، هضرب التلاتة في 100 واقسم على كام؟ هضرب التلاتة في كام؟ 3 في 100 واقسم على 5، يبقى اقول 3 في 100 على كام؟ على 5 وعلامة في المية، وعلامة ايه؟ في المية. طب 3 في 100 ب300 صح؟ 300 على الكام؟ على الخمسة وعلامة في المية. لو قسمت 300 على الخمسة تديك 60، تديك كام يا بطل؟ 60 وعلامة في المية، بحط ايه؟ 60. يبقى التلات تخماس بيساوي كام في المية؟ بيساوي 60%. 60 ايه في المية. تعال نشوف المثال اللي بعده. 1.5 1.5 بيساوي نقط في المية، بيساوي نقط في المية. احنا قلنا القاعدة نضرب في كام؟ نضرب في 100، يبقى اقول 1.5 في 100 وعلامة ايه؟ وعلامة في المية. لما تيجي تضرب عدد 10 في 100 تحرك العلامة لليمين، كم رقم؟ رقمين. طب هي محطوطة بعد ايه؟ بعد الخمسة بس، يبقى محتاج صفر قدام الخمسة. يبقى احط، هشيل العلامة خالص، هحط 1 5. انا كده نقلتها رقم. طب احنا بنقول لما اضرب في 100 احركها كم رقم؟ رقمين، يبقى احط صفر الرقم الثاني. يبقى 1.5 بيساوي 150 ايه؟ في المية. يبقى هقول 1.5 مضروب في 100 وعلامة في المية، مضروب في 100 وعلامة ايه؟ في المية. طلع معاك كام؟ 150%. واحد يقول احلها بحل تاني، اقول 1.5 ده يا استاذ، هقول كده 1.5 بيساوي 15 على 10. يبقى 15 على 10 اضربها ايه؟ اضربها في 100، يبقى اقول ده بيساوي 15 على 10 في 100. اضيع الصفر يا استاذ مع الصفر اللي قدام العشرة تحتها، بقيت 15 في كام؟ 15 في كام؟ في 10 على 1. 15 في 10 تديك كام؟ تديك 150، وحط علامة ايه؟ علامة في المية. عندك ايه؟ الطريقتين الاسهل، حل ايه؟ حل بيهم يا بطل. طب تعال نشوف المثال ده بيقول ايه؟ 2/10. 2/10 ده هنضربها في كام؟ هنضربها في 100 وعلامة في المية، وعلامة ايه؟ في المية. لما اضرب في 100 احرك العلامة كم رقم لليمين؟ رقمين. طب هي هنا محطوطة بعد ايه؟ بعد رقم، يبقى محتاج صفر قدام الاتنين، واشيل العلامة خالص. يبقى اقول كده 2 واحط صفر والعلامة والعلامة يا بطل. يعني 2/10 بتساوي كام؟ بتساوي 20%. 20%. واحد هيقول احل حل تاني يا استاذ، هيقول لي 2/10 تساوي كام؟ تساوي 2 على 10، واضرب في كام؟ واضرب في 100 وعلامة في المية، وعلامة ايه؟ في المية. اضيع الصفر اللي قدام العشرة اللي تحت مع الصفر اللي قدام المية، يعني قسمت على 10، و2 في 10% يعني تديك كام؟ تديك 20%. تعال نشوف المسائل دي اتمنى تحلها، هي تحلها واجب، تحلها هي بطل واجب. بس هو الربع ايه؟ سهل. الربع بكام في المية؟ الربع. والنص بكام في المية؟ والتلات ارباع بكام في المية؟ انتبه.
قاعدة 4 لكتابة العدد النسبي على صورة عدد عشري منتهي نجعل المقام ايه؟ 10 أو 100 أو 1000. مثال العدد 2/5. المقام كام؟ المقام 5. من السهل ان انا احول الخمسة ل10 اضربها في كام؟ اضربها في 2. يبقى انا ببص للمقام. ببص ليه للمقام؟ من السهل ان انا احوله ليه ل10 يبقى اضربه في 2. 5 في 2 بكام؟ ب10. زي ما ضربت المقام في 2 اضرب البسط في 2. 2 في 2 4. 4 على 10 اللي هي 4/10. لما نيجي نقسم على، خلي بالك، لما نيجي نقسم على 10 أو 100 أو 1000، لما تيجي تقسم على 10 تحرك العلامة لليسار رقم. يعني العدد 4/10 أحطه كده 4 علامة عشرية 0 على 10. ينفع أكتبه كده، خلي بالك، أي عدد صحيح ينفع أكتبه كده. على نهاية العدد من على اليمين أحط الفاصلة العشرية وصفر. يبقى 4/10 اكتبها كده 4/0 على 10. الأستاذ قال لما تقسم على 10 حرك العلامة لليسار رقم 1 وشيل 10 خالص. يبقى هتتحرك كده العلامة، هتبقى الصفر 4 علامة كده وصفر. 40/100 اللي هي 4/10 اللي هي 4/10. يبقى خلي بالك 2/5 بتساوي كام؟ بتساوي 4/10. طيب 1/4 المقام كام؟ 4. الأربعة دياتي هل ينفع أحولها ل10؟ لا، مفيش عدد تضربه في 4 يديك كام؟ يديك 10، إلا اللي هو 2.5 مثلا. يعني لو ضربت فوق في 2.5 وتحت في 2.5 عادي تمشي. يبقى تقول 1 في 2.5 و4 في 2.5 تديك كام؟ تديك 10. طيب اسهل حاجه اضربها في كام؟ اضربها في 25. يبقى 4 في 25 تديك كام؟ تديك 100. يبقى خلي بالك لو المقام 4 اضرب في كام؟ اضرب في 25. اضرب في 25. البسط هضربه برضه في كام؟ هضربه في 25. 1 في 25 ب25 و4 في 25 ب100. 25 على 100 لما تيجي تقسم على 100 تحرك العلامة لليسار رقمين. احنا قلنا ايه؟ قلنا 25 على 100 دياتي هخليها كده، هقول 25.0 على 100. احسن واحد يقول ايه هي ما كانتش في علامه، كيف جبت يا استاذ؟ هو المفروض على نهايه العدد من اليمين اي عدد صحيح بحط علامه عشريه وبعدها صفر عادي. يبقى 25/100 او 25 وصفر من 10 على 100. احرك العلامه كم رقم؟ رقمين لليسار. يبقى هتتنقل كده، هتتنقل ادي الخمسه رقم وادي الاثنين، يبقى هتيجي بعد الاثنين. يبقى هتبقى كده يا بطل 5 2 علامة وحط صفر ايه؟ يحفظ خانة الآحاد. يحفظ خانة ايه؟ الآحاد. يبقى 25/100. 25 ايه؟ من 100. طيب العدد هنا مثال تاني بيقول لك ايه؟ يقول لك 7/25. ال25 دي لما ينفع تحولها ل10؟ لا، احولها ل100. تضربها في كام؟ تضربها في 4. يبقى 25 في 4. 25 في كام؟ في 4 تديك كام؟ تديك 100. زي ما ضربت المقام في 4 الحج واضرب البسط في كام؟ البسط في 4. 7 في 4 بكام؟ ب28. 7 في 4 ب28. يبقى 28 على 100 اللي هي 28/100. طيب 3/8 لما تلاقي المقام 8 ما ينفعش ولا تحوله ل10 ولا تحوله ل100. ينفع تحوله ليه؟ ل1000. يبقى كيف احول ال8 ل1000؟ تقسم ال1000 على ال8 تديك 125. يبقى تضرب ال8 في 125. يبقى 8 في 125 تديني كام؟ تديني 1000. واضرب ال3 في 125. 3 في 5 ب15. 5 ونرفع الواحد، حط الواحد فوق الاثنين. 3 في 2 بكام؟ ب6. 6 زائد 1 اللي هنا 7. 3 في 1 بكام؟ ب3. يبقى 3 في 125 تديك كام؟ تديك 375 على 1000 اللي هي 375 من 1000. طيب 11 على كام؟ على 20. ال20 دياتي احولها لكام؟ ينفع احولها ل10؟ ينفع، بس لو كان البسط ايه؟ البسط عدد زوجي كنت قسمت على 2. كنت قسمت على كام؟ على 2. لكن هنا البسط عدد فردي ما ينفعش احوله ل10 او ما يقبلش الجسم على كام؟ ما يقبلش الجسم على 2. يبقى حول ال20 ل100. تضربها في كام؟ تضربها في 5. يبقى تقول 11 في 5 و20 في كام؟ و20 في 5. 11 في 5 55. 20 في 5 بكام؟ ب100. 55 على ال100 اللي هي 55 من 100. يبقى هكتب ده بيساوي 55 ايه؟ من 100.
القاعدة الخامسة والأخيرة معانا بيقول لي هنا إيه؟ كتابة العدد النسبي على صورة عدد عشري دائري باستخدام الآلة إيه؟ الآلة الحاسبة. شوف هنا بيقول لك مثال: اكتب الأعداد الآتية على صورة عدد عشري دائري. ويعني إيه دائري؟ يعني مكرر. شوف: صفر علامة عشرية، تلاتة 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 تلاتة. اختصرها كده، بص: صفر علامة عشرية تلاتة، وأحط فوق التلاتة إيه؟ دايرة صغيرة تتنطق إيه؟ تقرأ 3/10 دائري. 3/10 إيه؟ دائري. يبقى الواحد على التلاتة هتكتبها كده يا بطل، تدوس على هنا المربع ده اللي هو شرطة الكسر ده أو العدد النسبي، تدوس على المفتاح ده وتكتب فوق واحد وتنزل بالسهم تكتب تلاتة ودوس يساوي. لما تدوس يساوي هيظهر لك واحد على تلاتة هنا. دوس على المفتاح الاس دي ده، يحول لك العدد النسبي إلى عدد إيه؟ عدد عشري أو كسر عشري، كسرين عشري، هيظهر لك كده. اختصاره كده يا بطل. يبقى ليه حطينا الدايرة؟ علشان نختصر هذه الأرقام، عشان نختصر هذه الأرقام. 3 3 3 3 اللي هي 3/10 إيه؟ دائري. طيب مثال تاني بيقول لي الواحد على 9. واحد على كام؟ على 9. هدخل على الآلة الحاسبة زي ما قلنا، هدوس هذا إيه؟ المفتاح واكتب فوق واحد وانزل بالسهم اكتب كام؟ 9، واطلع فوق كده من هنا واكتب يساوي. هيظهر لي واحد على 9. ما انساش اضغط على ايه؟ على المفتاح الاس دي ده، هيظهر لي العدد ديت. هشوف ظهرت لي على الشاشة: صفر علامة عشرية، واحد 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 واحد. الواحد المكرر ده هختصره فين؟ واحط عليه دايرة، اكتب صفر علامة عشرية واحد. العدد اللي مكرر بس هو اللي احط ايه؟ فوقيه دايرة. العدد واحد هو اللي مكرر، يبقى الواحد فوقيه دايرة، يبقى 1/10 دوري أو 1/10 دائري. طيب العكس، يمكن التحويل من عدد عشري دائري إلى إيه؟ إلى عدد نسبي. إلى عدد إيه يا بطل؟ إلى عدد نسبي. كيف يا أستاذ؟ تدخل أنت الأرقام ده على الآلة الحاسبة، تكتبها كده، بص زي ما كتبتها لك. صفر علامة عشرية تلاتة، تكتب تكرر التلاتة لغاية لما تقفل معاك ايه؟ الشاشة. وهتدوس يساوي. هتدوس يا بطل؟ هتدوس يساوي. هيظهر لك على طول واحد على تلاتة. واحد على كام؟ واحد على تلاتة. يبقى حطيت العدد الدوري على صورة ايه؟ عدد نسبي. طب في طريقة تانية يا أستاذ بدون الآلة الحاسبة؟ أيوة في طريقة تانية، هي 3/10 دوري أو دائري. أقول بتساوي 3/10 على كام؟ على 10، ونقص من 10 واحد، يبقى 3 على كام؟ 3 على 9. 3 على كام؟ على 9. التلاتة على 9 يا أستاذ تتبسط تبقى 1 على 3؟ أيوة، اقسم البسط على 3، يعني هتقسم التلاتة على 3. 3 على 3 تديك إيه؟ تديك 1. واقسم التسعة على 3. 9 على 3 تديك كام؟ تديك 3. يبقى 3/10 دوري بتساوي كام؟ بتساوي 1 على 3. 2/10 دوري. 2/10 دوري برضه هيستخدم ايه؟ الآلة الحاسبة. هكتب صفر علامة عشرية، العلامة العشرية ادي الصفر والعلامة العشرية، واتنين اتنين اتنين لغاية لما تقفل معايا الشاشة، وادوس يساوي. هيظهر لك 2 على 9. 2 على كام؟ على 9. طيب 24. 24 من 100، والاتنين فوقها دايرة، يعني الاتنين مكررة، والاربعة فوقها ايه؟ دايرة، يعني هما الاتنين مكررين جنب بعض على طول. هشوف هتدوس على الآلة الحاسبة صفر علامة عشرية 2 4 2 4 2 4 2 4 لغاية لما تقفل معاك الشاشة، وادوس يساوي. هيديك كام؟ هيديك 8 على 33. طب في طريقة بدون الآلة الحاسبة؟ أيوة في طريقة بدون الآلة الحاسبة. أكتب 24 من 100، والاتنين دوري والأربعة دوري. هقول له 24 هي من كام؟ العلامة من 100، العدد من 100، يبقى هكتب 100 تحت، ونقص من 100 واحد. ونقص من 100 واحد، يبقى لو كان من 10 بنقص واحد، من 100 بنقص واحد، من 1000 بنقص واحد. يبقى 24 على كام؟ على 99. ال 24 تقبل الجسم على 3، وال 99 تقبل الجسم على 3. 24 على 3 تديك كام؟ تديك 8. 99 على 3 تديك 33. يبقى 8 على كام؟ على 33. الآلة زي ما قلنا فيها المفتاح ايه؟ المفتاح السحري اللي هو ايه؟ اس دي. لا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، دعما منكم لكي نستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.